هل مهنة التعليق الصوتي مطلوبة؟ طبعا مطلوبة، وخصوصا بعد السوشيال ميديا واليوتيوب وقنوات اللي بتطلب التعليق الصوتي والأفلام التسجيلية وعالم الميديا، ومستقبلها كويس جدا. هل هي بتكسب فلوس؟ طبعا ممكن تكسب فلوس كتير جدا، وخصوصا المتميزين في التعليق الصوتي. مين هم المتميزين في التعليق الصوتي؟ هم من يملكون أسرار التعليق الصوتي. إيه هي أسرار التعليق الصوتي؟ وهي خبايا التعليق الصوتي؟ دي اللي هنعرفها في الحلقة دي. تابعونا، معاكم عماد عبد السلام، ودي قناتي على اليوتيوب، وأهلا بكم. أساسيات التعليق الصوتي. علشان أكون معلق صوتي، ممكن أي حد يكون معلق صوتي، ممكن أي حد يكون أي تخصص إذا أجاده وإذا توفرت فيه شروط معينة. طب إيه هي الشروط اللي واجب توفرها في المعلق الصوتي؟ مش حاجة أكتر من إن هو يكون عنده لغة صحيحة، عنده حروف ونطق صحيح. يعني بنقول يكون صاحب نطق صحيح للحروف والكلمات. لازم يمتلك الأدوات اللي هتمكنه إن هو يكون معلق صوتي كويس. إيه هي الأدوات؟ أي إنسان على وجه الأرض عنده طبقات في صوته، وهو عارف هو الطبقة الجيدة اللي في صوته فين. ده غير نوعية النص اللي انت بتقوم بالتعليق الصوتي علشانه. هو بيتطلب صوت حاد ولا صوت عريض، ولا بيتطلب صوت شكله عامل ازاي. المهم اكون انا عارف الطبقة المميزة الموجودة في صوتي. يعني اقدر اسجل بالطريقة دي. ممكن ارجع شوية يكون صوتي عامل كده. كل هذا فقط على شاشة مسبيرو زمان، وتبقى هي دي طبقات صوتي اللي انا بتعامل بيها وانا بعلق صوتيا. تنوع الاداء. يعني ايه تنوع الاداء؟ يعني لازم يكون ادائي متنوع ومتلون. يعني اقدر ان انا اغير ادائي، علشان ممكن يكون النص اللي هيجي لي مثلا نص تاريخي، فبيتطلب مني اداء بشكل تاريخي. طيب ممكن يجي لي النص كوميدي، فده هيكون اداؤه يعني في الاداء الكوميدي. ممكن يكون نيوز، فبيتطلب شياكة ولباقة وكلاسيكية وأداء متتالي، وما بيتطلبش منه يعني شيء من الإبداع. راديو مصر في قلب الحدث. من ضمن أسرار التعليق الصوتي أيضا هو دفء الكلمات. يعني الكلمة لازم تكون دافئة، لازم أكون حاسس كمان بالكلمة كويس قوي، ولازم أعبر عن اللي أنا حسيته. فبالتالي لو أنا تلقيت الكلمة وحسيتها واديتها للمتلقي، المتلقي يحس بيها، هقنعه لما يسمعني بحكي الموضوع بالطريقة اللي المفروض يتحكي بيها الموضوع. يعني لو بحكي عن موضوع درامي لازم يكون بطريقة درامية، فأنا كده لازم يكون عندي الحالة التمثيلية دي. لازم أعرف شوية أو أجيد لعبة التمثيل. من الحاجات المهمة جدا إن أنا أعرفها كمان عن التعليق الصوتي، إن أنا لازم أكون محضر نفسي تحضير جيد. يعني لو أنا عندي استوديو وهسجل وما كنتش صاحي من النوم ورايح الاستوديو بسجل، لا، على الأقل لازم إن أنا أتكلم. لو أنا صاحي من النوم وسجلت على طول، عمر ما هعرف أجيب نفس الصوت تاني. إنما لو في صوتي العادي أنا ممكن على طول أتقمص الصوت بعد ما أسمعه وأكمل عادي، أو أعدل على النص عادي بدل ما أسجل. وخصوصا لو مثلا بسجل حاجة ساعة ونص أو ساعتين، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. لو غيرت كلمتين بصوت مختلف هيبقى العمل فاشل. إيه التعامل مع الميكروفون؟ يعني الميكروفون بالنسبة للمعلق الصوتي بالضبط عامل زي الكاميرا بالنسبة للمذيع أو الممثل أو أي حد. الميكروفون ليه رهبة، لازم أتغلب على الرهبة دي وما يكونش عندي مشكلة، ولازم أكون صديق لهذا الميكروفون. طب أتعامل معاه إزاي؟ أتعامل معاه في عدة مبادئ. يعني وأنا بتكلم أكيد مش لابس حاجة أو لابسة حاجة. لو بنت مثلا هي اللي بتسجل بتصدر أصوات أو حلق أو يعني أي حاجة بتصدر أصوات، لازم تكون مش موجودة معايا أثناء التسجيل. لو هقرا من ورق لازم اراعي ان الورق ده يكون معلق على حاجه زي البوبيتر مثلا، اللي هو الستاند اللي محطوط عليه الورق. لازم اكون وانا بسجل النص اقراه اكتر من مره علشان اخد على النص، وان انا لما اجي اسجل بعد كده اسجل فيه بطلاقه وما اغلطش كتير وما اعيدش كتير. وخصوصا الاعادات كتير بتفقد النص روعته، وخصوصا لو كان ادائي مثلا بيتسم بشيء من التميز، لا، ده هيروح خالص من الإعداد ومن التسجيلات الكتير. من أهم أسرار التعليق الصوتي
اللي هي المشكلة اللي بتواجه معلقين صوتيين كتير جدا، ان هو يسجل فيغلط، فيضطر ان هو يسجل تاني، فيسجل تاني يمشي شوية فيغلط، فيقعد يلخبط وهكذا. الحكاية دي بتفقده الإحساس بالموضوع نفسه. الحكاية دي بتخلي صوته مع وقت وتكرار التسجيل والستوب بيخلي صوته يختلف ويتغير. الحكاية دي بتجهد المهندس الصوت مثلا اللي هو بيسجل معاه. اعمل ايه علشان اتلافى قصة ان انا اغلط كتير؟ فانا مش عايز اغلط، انا عايز اقول جملة مرتاحة مرة واحدة، وان انا انجز العمل في اسرع وقت ممكن بالباور بتاعي، بصوتي، بادائي، بتنويع ادائي. لازم ادرب نفسي كتير جدا ان عيني تكون سابقة لساني، بمعنى ان انا عيني دلوقتي على الكلمة اللي لسه ما قلتهاش، انما لساني بيقول الكلمة اللي هي كانت موجودة من شوية قدام عيني. هقول لكم سر برضو مهم جدا، وانت بتسجل النص اوعى تشرب حاجة فيها سكر، او قبلها بفترة، يعني قبلها مثلا ب10 دقايق او ربع ساعة ونص ساعة. حاول انك انت تمنع تماما السكر. السكر بيسيل اللعاب، وانت ايوه دي هي دي بالظبط، دي هتحصل معاك وانت بتسجل. فممنوع السكريات خالص. طيب اشرب ايه؟ انا بفضل بصراحة مية سخنة فقط لا غير. اصح حاجة واجمل حاجة للاحبال الصوتية قبل التسجيل مباشرة او حتى في خلال التسجيل هي كوباية مية سخنة تكون موجودة جنبك وانت بتسجل. وكل فترة لما تحس، طبعا هو كده كده الصوت بيوجع فبيحتاج لحاجة يعني اللي هي يعني تعمل شوية ليونة للأحبال الصوتية، هي المية السخنة فقط لا غير. طيب انت عمال تحكي من الصبح وانا في الاخر عايز ابقى معلق صوتي. ازاي هبقى معلق صوتي؟ هتعمل نفس اللي انا قلته بالظبط. هتتدرب على النفس، هتمشي تقرا كتير جدا 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 اي حاجة بتقابلك. يعني وانت حتى ماشي في الشارع اي حاجة تقابلك، اعلان او يافطة، الدكتور احمد حسين هاشم، درب نفسك طول ما انت ماشي. ما تسيبش حاجة قدامك مقال اقعد اقراه، لا انا قريته مش كويس، لا اقراه تاني واقراه تالت ورابع. طيب هل المعلق الصوتي ده لازم يكون صوته حلو؟ ابدا خالص، يعني مش شرط يكون صوته حلو، المهم اداؤه يكون كويس، المهم لغته تكون كويسة، المهم نطقه يكون صحيح. يبقى اللغة، الاداء، النطق، الثلاثة دول موجودين عندك، فأنت مؤهل إنك أنت تكون معلق صوتي جيد لما تمارس المهنة، أو لما إنك أنت تتدرب كتير جدا. هتكتسب مهارات كتير في تنوع الأداء. تنوع الأداء ده شيء من الأشياء المهمة اللي هتميزك وهتخليك تطلب وهتخلي ناس كتير تطلب منك تعليق صوتي. إنني لم أتسبب في ألم، ولم أزد أو أنقص شبرا من الأرض. إنني لم أستولى على حقوق الآخرين، لم أطرد قطيعا من مرعيه، لم أنصب الفخاخ لطيور الآلهة، لم أحول مياه الري في موسمها، ولم أخرب قنوات المياه الجارية. إنني لم ألوث المياه.